معاينات كل يوم خميس في اتوبيس الشركه. حلينا مشكله المعاينات. احنا زي ما قلنا الموضوع مش بيع وشراء، الموضوع برمته حلول مشكله. انت عايز تعمل معاينه، انت من اي مكان، من بحري، من كفر الشيخ، من المنصوره، من البحيره، من دمياط، من الشرقيه، من القليوبيه، من القاهره، من اسكندريه، ركز معايا في الفيديو ده للاخر. كل يوم خميس الميني باص المكيف، الكراسي المتحركه اوبشن على اعلى مستوى. كفر الشيخ الاتوبيس هيتحرك الساعه 7. المكان فين؟ المكان بجوار إدارة المرور، البوابة اللي جنب إدارة المرور. كل الناس هتتجمع هناك. انت جاي من قلين، انت جاي من مطوبس، انت جاي من فوة، انت جاي من الحمول، انت جاي من بلطيم، انت جاي من اي مكان هتركب معانا. واقرب حاجة ليك كفر الشيخ، يبقى ان شاء الله هتبقى عند المرور. المرور ده بجوار الموقف. الساعة 7 هيبقى الميني باص موجود. المحلة هنبقى 7:30 لو انت من المحلة او اجوار المحلة. احنا بناخد طريق كفر الشيخ المحلة. كفر الشيخ ده بيعدي على المحلة، وبعد كده بنتجه على المنصورة. هنبقى الساعة 8 بالظبط عند موقف المنصورة العمومي. أي حد من أي مركز من مراكز المنصورة، أو أي قرية من قرى المنصورة، أو من دمياط، أو من المنزلة، أو من المطرية، الخط بقى بتاع ميت سلسيل وميت السودان، كل المنطقة ديت هتقابلنا في موقف طلخة العمومي بإذن الله الساعة 8. هتلاقي جنب الموقف على طول الكوبري والبنزينة هتستنانا هناك جنب موقف طلخة العمومي بإذن الله. هتنطلق معانا من طلخة إلى أجا. أي حد بقى قريب لأجا، شوفوا بقى كل حد بيسمع الفيديو هو عارف هو منين وعارف أحسن له إيه. أي حد قريب من أجا هنبقى عند الكوبري بتاع أجا اللي هو جاي طريق المحلة سمنود. انتظارك هناك باذن الله. بيبقى في تربيط بيننا وبينك وبين السواق عند الكوبري العمومي بتاع اجا. وكمان هنعدي على 100 غمر. اي حد قريب ل 100 غمر، اي حد من الشرقيه، اي حد من 100 غمر، اي حد من اي مكان عايز يعمل معاينه اقرب حاجه ليه 100 غمر، بنبقى برضو عند الكوبري العلوي بتاع 100 غمر الساعه 9:30 صباحا يوم الخميس. واحد يقول لك طب انا هروح المعاينه يوم الخميس، هرجع امتى؟ هتبقى موجود في نفس المكان. العوده بتاعتك هينزلك في نفس المكان يوم السبت. ممكن تبقى يوم السبت الساعه 6 الصبح او 5 الصبح. بعد 100 غمر هنخش على كفر شكر. اي حد قريب لكفر شكر اللي هي تبع القليوبيه هيستنانا هناك امام شرق الدلتا. يعني كفر شكر بامام شرق الدلتا، ده مكان معروف هناك. هتركب معانا لو انت قريب لكفر شكر. بعد كده هننطلق على الاقليمي. اي حد من بنها، اي حد من المنوفيه، هنبقى منطلقين على الاقليمي. هيرتب مع السواق المنطقه بالظبط اللي هيقابلنا فيها هناك عند الاقليمي. الجماعه بقى اللي هم مثلا من القاهره ممكن يركب لبنها ويقابلنا هناك على الاقليمي عند بنها. الجماعه بقى اللي هم بتوع البحيره، انت اقرب لك اركب بنها وقابلنا هناك عند الاقليمي في طريق بنها. هيبقى في سكتنا. طب انت اقرب لك انك تركب صحراوي غربي، اركب صحراوي غربي وانزل عند الاقليمي. هتقول له كده نزلنا عند المفارق او عند الاقليمي لاتجاه الفرافره. هو السواق بيرتب معاك وبيعرفك المكان بالظبط. الجماعه بتوع اسكندريه كذلك، هتركب من اسكندريه القاهره الصحراوي، وهتنزل عند برضه نفس المكان. السواق عارف المكان هينزلك. هيجي السواق بتاعنا هياخدك من مكانك بالضبط. يعني ايه بقى الموضوع ده؟ حللنا مشكله ايه؟ حللنا مشكله ان احنا كنا الناس تيجي تعمل معاينات تروح على الاتوبيس اللي احنا نديله رقمه اللي هو مش بتاع الشركه، يروح هناك مره يسيبه، مره ياخده، مره ما يلاقيش مكان، مره مش عارف إيه. طبعا الدنيا مكركبه. الجماعه الاتوبيس العادي العام بيبقى واخد ناس من اللي هم يعني ساكنين هناك، اللي واخد بط واللي واخد فراخ واللي واخد رز، بتبقى هيصه. فعشان كده احنا حلينا للناس مشكله المعاينات في الاتوبيس المكيف المحترم جدا. تبقى قاعده نظيفه، قاعده شيك. واحد يقول لك الاجره كام؟ الاجره العامه لاي اتوبيس بيروح الفرافره دلوقتي ما بيقلش رايح جاي عن 850 جنيه، ولو جاي من مكان ابعد ممكن يعمل 900 جنيه رايح جاي. احنا بناخد 600 بس فقط. تكلفه العربيه بس من سواق ومن جاز وزيت وكاوتش فقط.
اما احنا مش عاملين الموضوع ده نتربح منه، بدليل ان احنا مرخصين 200 جنيه على الفرد. الفرد ب 600 جنيه رايح جاي، هياخدك من المكان وينزلك في نفس المكان يوم السبت باذن الله صباحا الساعه 5 او 6 او 7، وممكن يبقى الساعه 4 الفجر هتنطلق لبلدك تاني. على كده احنا عاملين لك خصم في الاجره عشان الانطلاق من المكان اللي انت هتقابلنا فيه لحد بلدك من المكان اللي انت طالع فيه. المعاينه على الطبيعه خير دليل، خميس من كل اسبوع، من باص الشركه المكيف المحترم جدا. هتتواصل معانا على رقمي انا شخصيا عشان اديك رقم السواق، بعد كده هو بيتواصل معاك مباشر. رقم الحجز للمعاينات 0100 879 1285. سلام عليكم.